السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه كويزين الهام. اليوم ان شاء الله غنديروا حلوى بثلاثه اشكال بعجينه وحده. غندوزو المقادير. عندي هنا ساشيات فاني ولا 8 غرام سكر الفانيليا. الا كان متوفر عندكم السائله تقدروا ديروا السائله. 8 غرام من الخميره الحلوى او بيكين باودر ولا ساشيه وحده. بيضه وحده. نصف كاس شاي من الزيت. كاس شاي من النشا ولا المايزينا. كاس كبير على هذا الشكل من سكر ناعم ولا سكر الكلاصي. 250 غرام زبده لينه. الدقيق حسب الخليط. اما بالنسبه النكهات عندي هنا كاس من اللوز مطحون بالقشور ديالو. تقدروا ديروا حتى فول السوداني كاوكاو ولا اللي بغيتو، وحتى النوازيت يعني البندق حتى هو الا كان متوفر تقدروا ديروه. عندي هنا قشور نصف حامض او ليمونه. السمسم ولا جنجلان محمر. القرفه. الكاكاو المر. غندوزو للطريقه. في بول ولا وعاء غنديرو الزبده بيضه سكر الفانيليا سكر ناعم ولا سكر كلاصي. الزيت والنشا. النشا 50 غرام ديال النشا. الكاس المقدار ديالو هو 50 غرام. غنخلط هاد العناصر جيدا. ودابا غنبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه وخميره الحلوى وغنخلط. وغنزيدو الدقيق غير بملعقه، يعني نضيف الدقيق بملعقه، يعني شوي شوي حتى يتكون عندنا عجينه يعني رطبه، حتى تكون عندنا واحد الكره ديال العجينه، حتى تتكون عندي عجينه على هذا الشكل. يعني نقدروا نكوروها كما بغينا او نشكلوها مثل ما بدنا. دابا غنمشيو باش نقسموها ونكهوها ان شاء الله. وغنقسموا العجينه ديالنا على 3 اجزاء. هكا. اول جزء غنضيفوا ليه كاس من اللوز المطحون بالقشور، يعني طحنته بالقشور ديالو، ما حمرته ما والو، خديت اللوز عادي وطحنته. الا كان ما متوفرش عندكم اللوز تقدروا ديروا حتى كاوكاو يعني الفول السوداني ولا البندق لي نوازيت. وقشور نصف حامض. غنخلطهم مزيان. اما الشكل الثاني غنضيفوا ليه ملعقتين من السمسم المحمر حمصته، ونصف ملعقه من القرفه.
غنخلطو مزيان عفوا. حتى تكون عندي هاد الكره بحال هادي. واما الشكل الثالث غنضيف ليه ملعقتين كبيرتان من الكاكاو المر. من بعد ما شكلت عندي 3 ديال الاشكال كما كنا درنا، يعني اللوز والحامض، الجنجلان والقرفه والكاكاو، غندوزو ديال الجنجلان والسمسم والقرفه غنكوروهم كويرات، يعني على هذا الشكل. هكا. وبالنسبه ديال اللوز غنديرو هكا وغنجيبو الفرشات غنضغطو عليها على هذا الشكل هذا. نعاود معكم وحده اخرى. ناخدو كميه من العجينه نبسطوها على هذا الشكل، نجيبو الفرشات ونضغطو عليها وكنتحصلوا على هذا الشكل. وبالنسبه ديال الكاكاو ناخدو الكميه على هذا الشكل كما كيبان لكم. نعاود معكم وحده اخرى. هكا ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل حتى نعمر الطاوه ديالي او الصفيحه ديالي وندخلوها الفرن ان شاء الله. بالنسبه للحلوى من بعد ما كملت الصفيحه ديالي او عمرت الصينيه ديالي غندخلو دابا الفران اللي سخنته قبل على درجه 200 درجه 200 درجه سلسيوس من الفوق والتحت. غنخليه حتى يطيب ليا مزيان ياخذ واحد شويه د اللون الذهبي ونخرجوه ونشوفوه مع بعضياتنا ان شاء الله. من بعد ما سالينا الطهو ديال الحلويات ديالنا كنتحصلوا عليهم على هذا الشكل هذا ديال اللوز ولا الليمون ديال الكاكاو، وهذا ديال السمسم ولا جنجلان والقرفه. دابا غندوزو باش نمشيو نزينوا الحلويات ديالنا. عندي هنا سكر كلاصي ولا مسحوق السكر، غنضيف عليه نصف ملعقه قرفه، نخلط جيدا وغنضيف فيه اللي بالسمسم والقرفه على هذا الشكل. واما بالنسبه اللي باللوز عندي هنا الشوكولاته دائبه دوبتها في حمام مائي. غنجيب هذه اللي باللوز غنغطس النص ديالها هكا
غنحطها فوق ورق الزبده عفوا على هذا الشكل. واما بالنسبه ديال الكاكاو عندي هنا كميه من الفستق المطحون. غنجيب الحلوى وغنقص هاد الجهه هادي هكا وغنزينها بالفستق على هذا الشكل. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما غنعاود على هذا الشكل. نكمل جميع الحلويات ديالي بنفس الطريقه ونعاودو نتلاقاو باش نشوف. ومن بعد ما كنساليو طياب سميتو التزيين عفوا التزيين ديال الحلويات ديالنا كنتحصلوا عليهم على هذا الشكل. هي النتيجه. كنتمنى من كل قلبي ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم، اشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش، ضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، فرصه اخرى ان شاء الله.